يا مساء الفل والياسمين على كل اصحابي وحبايبي متابعيني في كل مكان، يا رب تكونوا بألف خير كل سنة وانتم طيبين بمناسبة الغطاس المجيد. ربنا يعيد عليكم الأيام بخير. هنعمل النهاردة قلقاس بطريقة حلوة. تعالى اعرفكم القلقاس تشتريها ازاي. اول حاجة يا ست الكل، لما تجيبي القلقاسة جيبيها حجم واحد، يعني تجيبيها مدورة، تكون لونها بينك زي ما انت شايفة، يكون ليها بروز صغيرة كده اهي زي ما انا بوريها لك اهي. تكون مدوره ما تكونش مطوله. المدوره دي بتبقى مزبده بتبقى جميله، وكل لونها بيكون لونها بينك. تمام. مبدئيا كده انا بغسل القلقاس، لكن في التفريز مش بغسله. في ناس ما بتغسلوش وبتحطه كده، كل واحد بحسب طريقته. احنا طلعنا لان امهاتنا بتغسله. تمام. تعالوا نقطعها مع بعض. اول حاجه انا بشيل العرش بتاعها ده. بصوا بوريكم لونها حلو بينك ازاي من جوه ده. بقيه العرش ده انا هشيله معاكم دلوقتي. تمام. وهنشيل حرفها زي ما انتوا شايفين كده، تبقى في ايدك فوطه بتنضفي باستمرار حواليكي. هنا برضو ليكي حريه الاختيار، عشان هي بقى يعني ببركه ربنا القلاسية كبيره، ممكن تقطعيها نصين وممكن تقطعيها طرنشات زي البطاطس كده. هي شديده شويه في التقطيع، يعني هي جامده في التقطيع، بس على مين يعني هنقطعها. تمام. قطعناها زي ما انتوا شايفين كده. هتقشريها زي البطاطس بالظبط. شايفين معايا زي البطاطس. اقشر برضو واحده معاكم تاني. واي زيادات في القلقاسيه زي ما انت هتشوفي معايا تشيليها. اي زوايد تشيليها، اي حته مش مرغوب فيها تشيليها. شايفين معايا كده. شيلي اي زيادات فيها. تمام. تعالوا بقى نقطعها. التقطيع ده حسب براحتك، انا هقطعها صوابع وبعد كده هعملها مكعبات. هنخلي المكعبات وسط، برضو حسب راحتك انتي، حسب ما بتحبي التقطيع. بس كل ما اكون وسط بتتحمل التسوية، لان هو كده كده ما بياخدش تسوية غير 6 7 دقايق على النار. قطعيها برضو بالطريقة اللي انت تحبيها. انا قطعتها قدامك اهو، والطريقة اللي تعجبك قطعيها بيها. هتلاقي واحدة كبيرة شوية سويها برضو، اعملها بنفس الحجم. تمام. انا قطعت اهو كله. القلوسية دي ببركة ربنا كانت 2.5 كده اه. هنغسلها طبعا بملح وليمون. هفركهم، هي اللقطة دي ما جاتش بملح وليمون، وبعد كده بنزل عليها بمية من الحنفية لغاية ما انضفها زي ما انتم شايفين زي القشطة. الملح والليمون هنا بيشيل المادة اللزجة اللي فيها. تمام. تعالوا بقى للخضرة. السلق السلق والكزبرة. انا بوريكم القلقاس زي القشطة ازاي، بس لقطة الغسيل ما جاتش معايا هنا. سلق ومعايا كزبرة. السلق طبعا انا بجيبه وبغسله وبقرطفه وبشيل منه، انا بوريك انا مقرطفه كله بس بوريك بشيل منه السيقان بس. اقرطف واحده تاني معاكي اهي. بنفس الطريقه الكزبره بشيل منها السيقان، يا دوبك الورق بس اللي باخده. لكل كيلو قلقاس حزمه سلق وحزمه كزبره. دول عشان ببركه ربنا 2 كيلو ونص، الواحده الكبيره دي 2 كيلو ونص. جبت حوالي 3 حزم سلق و3 حزم كزبره او حزمتين كزبره. هنا بقى ليكي حريه الاختيار في اللي انا هعمله. عندك كبه خير وبركه، خلاط خير وبركه، المتوافر عندك. انا هعملها في الخلاط للناس اللي ما عندهاش كب. حطيت ربع كوبايه ميه وهحط الخضره. الطريقه دي سهله وجميله وحلوه. خليكي معايا وهتشوفي. هضرب الخضره كلها
زي ما انتوا شايفين معايا كده. تمام. احطها كلها في الخلاط واضربها وهصفيها. هنصفي الخضرة وهقولك المية هنعمل بيها ايه. التفل بتاع الخضرة هقولك نعمل بيه ايه، والمية هنعمل بيها ايه. خليكي معايا. عايزة اقولك ريحة الخضرة جميلة جميلة جدا بجد. شايفين المية؟ طبعا الخضرة بتاعة التفريز بتختلف عن الخضرة دي، يعني الطريقة بتاعة التفريز هتشوفوها معايا برضو ان شاء الله في فيديو التفريز غير كده خالص. بس الطريقة دي جميلة قوي للوقت الحالي اللي انت هتعملي فريش يعني. انما التفريز لها طريقة تانية. طبعا احنا سالقين اللحمة واللحمة اللي الشوربة المتواجدة عندك. تعالوا بقى نعمل تركاية هنا، ودي اختياري بس امي الله يرحمها كانت بتعمل. انا جبت معلقة سمنة بلدي، وهنزل بيها ببصلايه. بصلايه يا ايمي خليكي معايا. وزي ما قلت لك الخطوه دي اختيار، مش اختيار، عايزه تعمليها تعمليها، مش عايزه براحتك. بس انا طلعت لقيت امي بتعملها وبتخلي القلقاس يعني مش في حته تانية، في حته 10 بجد. انا هصفر هنا البصلايه، يعني هدبلها، قصدي انا اسفه، تدبل. بس انا عايزه تسكيره البصلايه تخش في، يعني تندمج مع القلقاس. انا هدبلها بس. تمام. دي خطوة زي ما انا قلتلك، دي خطوة اختياري. عايزة تعمليها اعمليها، مش عايزة خلاص. بس بأمانة بتدي القلقاس طعم حلو قوي. هنزل هنا بقى بالقلقاس وهديله تشويحة، يعني دقيقة بالظبط، اقل من دقيقة. هشوح في القلقاس بالبصلاية اقل من دقيقة، وهسقطه في الشوربة معاكم. الغرض من التركية دي بتسكر لي القلقاسية ذات نفسها، بتستطعمي القلقاسية حتى لو الشوربة عندك مش دسمة. فاهماني؟ بتدي طعم وتست حلو قوي. وجربي. هنا بعد ما عدى دقيقة، شايفين لونه كمان يفتح ازاي؟ نسيت اقولك ان انا كنت عصرة نص ليمونة في الشوربة، بس برضو اللقطة دي ما جاتش في ال ما جاتش في الفيديو. معرفش راحت فين المقطع ده، يعني ما تصورش. هنا القلقاس عندي بالظبط 4 دقايق وكان مستوي. هنزل بقى هنا بالمية بتاعة الخضرة. شايفين اللون؟ شايفين الخضر؟ جميلة جدا، وريحته كانت جميلة جدا بأمانة. ولسه ما حطيناش الخضرة الباقية. خليكي معايا. هجيب طاسة وهحط فيها برضو معلقة سمنة كبيرة بلدي. السمنة البلدي هنا بتدي طعم حلو قوي قوي للقلقاس، ومعروف السمنة البلدي بتدي طعم لأي حاجة. معلقة سمنة حلوة كده، وهنزل بيها في الطاسة. وهنزل هنا بقى بالخضرة اللي انا صفيتها. وزي ما قلتلك دي طريقة اللي هو الفريش. في طريقة تانية للتفريز، خضرة التفريز غير كده خالص، هتشوفيها معايا ان شاء الله في فيديو التفريز. هنزل هنا بقى بالخضرة اللي انا صفيتها، ده التفر بتاع الخضرة. تمام. انا هنا مش يعني هسوي الخضرة، هديها يعني ايه، مش تشويحة، هسويها بس مش هخليها تسود. وهتشوفيها معايا. هفضل اقلب فيها كده. انا مش هحط التوم دلوقتي غير لما الاقي الخضرة استوت، والاقي المادة الدهنية اللي انا حطاها ظهرت على الوش.
هنا معلية النار مش موطية. هي بتاخد وقت شوية، طولي بالك بتاخد وقت، يعني طبعا الخضرة دي فيها سوائل، وعقبال ما بتستوي بتاخد وقت، تاخد لها حوالي يعني احنا مختصر الفيديو، خدت لها حوالي بتاع 10 دقايق. ملاحظين المادة الدهنية يعني الخضرة شربتها ازاي؟ هنفضل برضو نقلب فيها كده. شايفين دي اخر المرحلة بقى، خدت لها حوالي 10 دقايق، بس طبعا اختصارا للوقت احنا بنجيب الحاجات الاخيرة كده. حطيت هنا بقى الثوم، شايفين المادة الدهنية طلعت ازاي اهي. كده الخضرة بتاعتي استوت. انا عشان فرماها في الخلاط، ضربها يعني في الخلاط، هحطها على طول. لو انت مش ضربها في الخلاط ومش عامله الخطوه بتاعتي دي، ولا مصفياها ولا عاملاها في الخلاط وعاملاها كده على ايدك في الكبه، كنت ممكن برضو ترديها للكبه تاني، تديها ضربه وتشي بيها. لكن انا الخضره بتاعتي ناعمه جدا. حطيت هنا حطيت الثوم، وحطيت طبعا ايه، معلقه كزبره ناشفه. وشم الريحه بقى، عايزه اقول لكم الريحه كانت فعلا جباره. هشوح الثوم في قلب الخضره، برضو مش هنحمر الثوم، احنا بنشوحه. عايزه اقول لكم الريحه بامانه ربنا كانت تحفه. والسمنه البلدي بقى ما اقولكوش. تمام كده خلاص، الخضره بتاعتي بقت تمام والتومه بقت تمام. هنطش بقى ايه القلقاس. باسمك يا رب. شايفين خضرها، شايفين الخضار بتاع القلقاس تحفه ازاي. طريقه جميله وطريقه حلوه وطريقه، بصي تحسي ان القلقاس حتى يعني لو بات بنفس الخضار كده مش هيغمق. طبعا انا كنت شفت القلقاسه استوت. شايفين الجمال والحلاوه، شايفين الطعامه تحفه تحفه تحفه. طريقه اعتمديها هتعجبك ان شاء الله. كل سنه وانتم طيبين. لو عجبك الفيديو ما تنسينيش في لايك وشير وسبسكرايب للقناه والاشتراك. سلام، باي باي، كل سنه وانتم طيبين، باي باي.